بيتزا صيامي تحفة يا بنات، مليانة بالخضار بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، اقتصادية في نفس الوقت. عجينتها طرية وهشة بالشكل الجميل ده. بصوا حلوة قوي يا بنات. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اول حاجة هنعملها هنشوف المقادير مع بعض. معايا معلقة كبيرة من الزعتر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة ملح، ربع كوباية من الزيت، والمية طبعا حسب ما يحتاج الدقيق. ودول 3 كوبايات دقيق منخولين اهو بالشكل ده. يعني هي مكوناتها سهلة قوي ومش محتاجة يعني مكونات كتير اهو زي ما احنا شايفين. هضيف المكونات الجافة كلها مع بعض، والمية هضيفها بالتدريج زي ما احنا شايفين. اول حاجة هعجن وبعد كده هشوف الدقيق هيحتاج مني مية تاني ولا لا. ودلوقتي هضيف نص كمية الزيت اللي احنا شفناها، يعني مش بضيف زيت كتير ولا حاجة. اهو دلوقتي بدوب كل المكونات مع بعض وهعجن شوية، بس هلم العجين بس دلوقتي اهو. بصوا انا ما ضفتش ميه كتير ولا ضفت ميه قد العجين، لا انا بضيف الميه بالتدريج عشان العجينه ما تبقاش ماهيه مني ولا حاجه. ودلوقتي هضيف الكوبايه التانية من الميه اهو زي ما احنا شايفين. هعجن بقى كويس، هعجنها حوالي 10 دقايق. لازم اديها حقها في العجين عشان العجينه تطلع كويسه كده معايا ونتيجتها حلوه. بصوا انا مطريه العجينه شويه يا بنات عشان القرصه بتاعتي تطلع طريه وهشه بعد التسويه. وانا دلوقتي هلمها بايه؟ هلمها بالزيت اهو زي ما احنا شايفين. ما انا ما ضفتوش كله في العجين الاول، لا انا سبت شويه الم بيهم العجين. دلوقتي زي ما احنا شايفين العجين اتلم معايا وبقت متماسكه شويه، ما بقتش ملزقه زي الاول اهو. فانا سبت الزيت معايا في الاخر عشان يوصلني للنتيجه الحلوه دي. عجينه جميله اهو زي ما احنا شايفين كده. بصوا ولسه كمان لما تخمر هسيبها تخمر حوالي، العجينه دي بجد يا جماعه ما قعدتش معايا يجي ربع ساعه وخمرت على طول عشان انا كنت حاطه ميه دافيه. خلاص كده هغطيها كويس وتخمر براحتها. بصوا انا ما خدتش الزيت كله برضو اهو زي ما احنا شايفين. هسيبها بقى وهشوف هنعمل ايه دلوقتي عشان نحضر باقي المكونات بتاعه البيتزا. هنقطع الخضار وهنعمل الصلصة بتاعتها مع بعض دلوقتي. خلاص كده هسيبها ترتاح وتخمر براحتها. ودي مكونات الصلصة بتاعه البيتزا. معايا بصلاية، فصين كده من الثوم بس انا كنت مطلعاهم من الفريزر. ودلوقتي بضيف الطماطم. هضيف الطماطم متقطعة كده زي ما هي، واضيف عليها البصل والثوم وهيتسبكوا شوية كده على النار. وبعدين بعد ما يستووا خالص، دلوقتي انا بحط الزعتر وبعد ما يستووا خالص هفرمهم فرمة حلوة كده في الخلاط. بجد يا بنات عايزة اقول لكم ريحتها تحفة تحفة بجد، يعني لسه ما استوتش اصلا وحطيت المكونات دي كلها مع بعضها وريحتها جميلة قوي اهو زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هزود عليها كوباية من المية عشان كل المكونات دي تدبل كده وتستوي. وده ملح وفلفل اسمر. دلوقتي اقلبها كويس واضيف لها كوباية من المية واسيب الخضر يستوي براحته على نار هادية عشان ينزل كل المية اللي فيه ويستوي كويس اهو زي ما احنا شايفين كده. وهغطيها دلوقتي بعد ما استوى الخضار هضيفه دلوقتي في الخلاط واضربه كويس قوي. لازم ينعم معايا بنات عشان تبقى نتيجته حلوة كده في البيتزا اهو زي ما احنا شايفين. بصوا ريحته بجد تحفة. يعني انا عملت الشفشق ده طلع طبقين، احتجت طبق واحد وهشيل باقي الصلصة لغاية اما اعمل بيتزا تاني. وادي شكل البيتزا يا بنات بعد ما خمرت. بصوا تحفة. بصوا العجينة بجد عجينة ناجحة وجميلة وطرية وحلوة قوي اهو. بصوا دلوقتي انا ههبط الخمران ده. هي خمرت حوالي ربع ساعة،
خدتش وقت ابدا في التخمير، عقبال ما عملت الخضار ده كله كانت هي خمرت. وبعد ما هبط العجينة كويس قوي هبتدي اقطعها كرات كده صغيرة كلها حجم واحد، ولو عملتها على الميزان طبعا يبقى افضل، بس مفيش مشكلة احنا هنقطعها كده بالنظر بتاعنا، هنقطعها قد بعض بالايديا زيت اهو، بنفس الزيت برضو اللي اتبقى في الكوباية. انا ما كترتش الزيت يا جماعة عشان تبقى خفيفة كده وحلوة. هقطعها كلها بنفس الطريقة وبنفس الحجم ده، يعني حجمها متوسطة مش كبيرة أوي ولا صغيرة أوي. هوريها لكم في الآخر بالشكل ده. بصوا يا بنات العجينة طرية أوي وجميلة، هي دي اللي بتديك النتيجة في الآخر لما تستوي القرصة طرية كده وحلوة اهو. بصوا شكلها جميل، قرصة متوسطة كده. خلاص كده أنا قربت أخلص، قطعتهم كلهم بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين وبنفس الحجم. قطعيها بالحجم اللي يعجبك، يعني ممكن تكبريها شوية أو ممكن تصغريها شوية. وادي الخضار المتقطع اهو اللي هستخدمه في البيتزا، ودي باقي الكوباية برضو. هضيف على البلانشة زيت، باقي كوباية الزيت، وهفردها كويس. هي بتتفرد معايا يا جماعة بكل سهولة عشان طبعا متقطعة أول واحدة، فهي كده ارتاحت اهو. بصوا بفردها بكل سهولة. دلوقتي أنا بعمل لها جنب كده، يعني براحتك، عايز تعمل لك الجنب ده او عايز تفرديها على طول عادي مفيش مشكلة، بس عشان احط المكونات كده في النص خضار اهو دلوقتي. ودلوقتي بعملها بالشوكة، خرمها عشان ميبقاش فيها اي خمران، عشان ما تبقاش زي الفينو. دلوقتي هضيف السمسم كده من على الجنب، بس انا مش متوفر عندك سمسم عادي اعمليها كده، بس هو بصراحة بيديها طعم حلو قوي. وضفت السمسم بالطريقة دي. بعد كده هضيف الصلصة اللي عملناها مع بعض، وهضيف باقي الخضار. هضيف اول حاجة الطماطم، وبعد كده الفلفل، وبعد كده الزيتون. عايزة اقول لكم يا جماعة الكمية اللي هوريها لكم في اخر الفيديو دي يعني من 3 كوبايات دقيق، يعني حاجات بسيطة جدا وعملت لي كمية ما شاء الله كبيرة. بجد انتوا هتحسوا قد ايه ان الكمية قليلة وانتوا بتعملوها في الاول، بس ربنا بيبارك فيها وبجد بتبقى كتيرة حلوة قوي يا بنات. لما انتوا تعملوا الحاجة بايديكم بصراحة بيبقى ليها طعم تاني غير لما تجيبيها من بره كده وما تتعبيش فيها. برضو لما بتبقي تعملي الحاجة كده وتديكي نتيجة حلوة وتطلع من ايديكي زي العسل، طبعا انتي بتفرحي وبتديكي طاقة ايجابية جميلة كده. وبرضو الكحك والبسكوت يا بنات اعملوه برضو انتوا فرحوا اولادكم، وحسوهم بالعيد. يعني لما تعملي الحاجة في البيت بصراحة بتدي البيت كله طاقة إيجابية وانتي بتفرحي طبعا ان انتي عملتي حاجة وطلعت نتيجتها حلوة. خلاص كده انا هفردهم كلهم بنفس الطريقة واحطهم في الصاج، عشان لقيت ان أنا لما احطهم في الصاج واضيف لهم الخضار اسهل بكتير اهو. بصوا بتتفرد معايا بكل سهولة، عجينة جميلة قوي يا بنات وطرية وحلوة اهو. بصوا عملتها بالشكل ده وفردتها بكل سهولة، وهفردهم كلهم بنفس الطريقة وهضيف المكونات كلهم عليهم وهم في الصاج كده. هضيف السمسم، ودلوقتي هضيف الصلصة. اتمنى يا بنات الفيديو عجبكم، ولو عجبكم حطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وبفكركم بالتعليقات الجميلة، تعليقاتكم ورأيكم بجد بيهمني. وادي الصلصة يا بنات اهو، افردها بكل سهولة.
يعني البيتزا دي بصراحة سهلة وبسيطة، وتقدري تعمليها في اي وقت، ما بتاخدش منك وقت بصراحة. اهو بصوا، بنفس الطريقة كده عملتهم كلهم. ورصينا الخضار ودلوقتي هندخلهم الفرن. الفرن يا بنات على درجة حرارة 180. وما تسيبيهاش كتير عشان ما تنشفش منك. اول ما تلاقيها اصفرت كده شوية من تحت، تطفي الفرن وتشغلي الشواية من فوق، تديها لون خفيف وتطلعيها على طول. هتبقى طرية وجميلة زي ما هوريها لك بعد كده. خلاص كده خلصنا البيتزا، وهوريكم الكمية كلها بعد كده، بعد ما تطلع كلها هوريها لكم. ادي شكل البيتزا يا بنات. بجد دلوقتي هتخليكم تقوموا تحضروا حاجة البيتزا وتعملوها. ان شاء الله تعمليها من كوبايتين دقيق هتطلع لك كمية حلوة برضو. بصوا شكل البيتزا بعد ما استوت، شكلها جميل قوي يا بنات ويفتح النفس. كفاية الخضار اللي على الوش ده والله. بصوا قدميها كده مع الكاتشب وفرحي اولادك. بصوا طرية وجميلة ومستوية من تحت ومن فوق. ودي كمية البيتزا يا بنات، بجد كمية حلوة قوي. والنتيجة بتاعت البيتزا برضو هشة وطرية وجميلة. بتمنى الفيديو يكون عجبكم يا بنات، ولو عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. دي بصوا طرية وجميلة قوي يا بنات اهو. بتمنى الطريقة كلها تكون عجبتكم.